كنت شغال على فيديو بيتكلم عن افلام الكرتون اللي نزل في 2025، وما كانش فاضل غير فيلم سبونج بوب الجديد اللي نزل في اخر السنة باسم سبونج بوب سيرش فور سكوير بانتس. وكان متوقع الفيلم طلع زي الزفت. مش محتاجين اي تفاصيل ولا محتاجين اي نيلة. الفيلم ده معمول عشان ونقطة، بس كده. اللي استغربته بقى هو ان وانا بتفرج لاحظت ان الفيلم ده مش طبيعي. يعني الفيلم مش مريح، مش فيلم سبونج بوب. اي نعم، سبونج بوب الجديد راحت عليه وزي الزفت عامة مقارنة بأول 3 أو 4 مواسم، بس في حاجة مش مريحة خالص في الفيلم ده. الفيلم بشكل عام نواه مش تمام خالص. اللي هو سبونج بوب بيدي إيحاءات جنسية في فيلم أطفال، باتريك لابس كأنه، ما علينا. في حاجة مش تمام خالص بره عن إنه الفيلم زي الزفت، ومش محتاج حد مفتح عشان يكتشف الموضوع ده. احنا ما خلصناش القرب بتاع 2025 غالبا ولسه مكمل معانا. جميل. جيت اعمل بحث عن الفيلم ولقيت ان الفيلم دعايته والكاست الصوتي كله مش تمام. ده مش سبونج بوب بتاع زمان، ولا حتى بتاع 2015 اللي هو يعتبر ذروة سبونج بوب في كونه في أسوأ مراحله على الإطلاق في الفترة السابقة. يعني احنا عدينا خلاص. في مؤدين صوتيين ما ينفعش نقول عليهم مؤدين خالص. دي شوية عالم صيع ما عندهاش أي ريحة الموهبة، محطوطين في فيلم عائلي أو فيلم أطفال. حرفيا في ناس ممكن نوصفها بألفاظها الصحيحة، بس اليوتيوب هيترمن الفيديو لو عملت كده. الإيحاءات الجنسية اللي طالعة من الفيلم ده كتير. اللي هو فيلم موجه للأطفال في دعايته وفي نفس الوقت بيعمل كده. احنا كده بنستهبل. هم عارفين كويس قوي بيعملوا ايه، لأن انت عندك بنسبة كبيرة اللي بيتابع سبونج بوب الجديد مش ناس كبيرة، ولا ناس كبرت على المسلسل وحبت المسلسل ولا حبت المحتوى القديم بتاع المسلسل. ده مش نفس المسلسل اللي كبرنا عليه ولا اللي اتفرجنا عليه، ولا حتى كان نفس المحتوى اللي ستيفن هيلنبرغ كان شغال عليه قبل ما يتوفى. ده حلب وعلى أعلى مستوى، بالإضافة لاستهداف الجمهور بتاعه عشان يديله حاجة المفروض ما يجيش جنبها إطلاقا. فالسؤال هنا هو مين اللي بيتفرج على سبونج بوب الجديد دلوقتي عشان بجد ينبسط؟ يعني ايه الحلو في الشغل الشمالي اللي المنتج بتاع سبونج بوب بيعمله دلوقتي؟ والأهم من كده، انت هتستفاد ايه لما تحط القرف ده في الفيلم او المسلسلات التعبانه اللي شغاله دلوقتي؟ لو بتتفرج على الحلقات الجديده او المسلسلات الجديده بتاع سبونج بوب، فانا مش فاهم انت ليه ممكن تعذب نفسك وتعمل كده. لان حتى اسوأ حلقات سبونج بوب اللي نزلت من 10 سنين احسن بكتير من القرف اللي احنا بنتفرج عليه ده. لو بتفرج بقى الاولاد فدي قصه تانية خالص. محدش يفرج اولاده على القرف ده. القديم كلاسيك وعظيم ومفيش خلاف عليه. شكرا للمتابعه، وسكت كلمة بيتكم. بيس.